السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوني في قناة يوميات انا واخواتي ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة بقى يا جماعة هنعمل الفطير الشرقي اللي على اصله، بجد بجد فطير. يعني انا مش قادرة اقول عليها فطير ولا صينية جلاش ولا الفطير معمول من الجلاش ولا بيتزا، مش لاقيه لها وصف. شايفين منظر الفطيرة معايا؟ شايفين؟ او منظر الجلاش معايا؟ من ورقة جلاش واحدة هتقدري تعملي الفطيرة الشرقي الخطيرة دي. شايفين منظرها؟ ظبطتلكوا الكاميرا عشان تشوفوا منظر الفطيرة معايا. والله طعمتها بقى يا جماعة، شايفين سايحة معايا ازاي؟ الطعم احلى. شايفين منظر الجلاش معايا او الفطير الشرقي؟ انا سميته فطير من حلاوته قلت عليه بيتزا، فطير شرقي. هنجيب بقى كده معايا، يلا نشوف الوصفة معانا. هنجيب معانا كده بصلاية كبيرة حلوة، معلقة من السمنة، وننزل بلحمة موجودة عندك. تقدري تعمليها بلحمة، تقدري تعمليها بفراخ، الموجود عندك في البيت تقدري تحطيه. اي بقى بواقي فايضة عندك من رمضان وحطها في الفريزر كده، تقدري ان انتي تقومي تعمليها صينية جلاش او بيتزاية او فطيرة شرقي اللي تسميها. انا عامة قلت دي فطيرة شرقي زي اللي بنشتريها من بره. بعد كده احط معلقة من الثوم واقلب كويس كده، نجهز على الصاجنة الاول. وبعد كده اقول لكم على الطعامة اللي في البيتزا بتاعتي ولا الفطيرة الشرقي. بعد كده جبت التوابل، حطيت فيها فلفل، كمون، السبع بهار، جميع التوابل اللي في البيت عندك حطيها على العصاج، شطة الموجود عندك. مش عايزه انسى حاجه، انا بقول التوابل كلها ومنهم السبع بهارات دي بتخلي الاكل حلو. بعد كده شويه فلفل الوان موجودين عندك، مش موجودين عادي برضو تقدري ان انت تحطي فلفل اخضر، الموجود عندك في البيت تقدري تحطي فيها. هي فطيره كده تعمليها عشوة بالليل كده، هتبقى عشوة محترمة. بعد كده هحط معلقتين من الصلصة. بعد كده زي ما انتوا شايفين كده، كنت مطلعه لفة الجلاش دي لقيتها مش نافعة اصلا، يعني زي ما انتوا شايفين كده. رحت ماسكاها مقطعاها وقلت هجرب الطريقة دي ونشوف الطريقة هتنفع ولا مش هتنفع. بعد كده ما لقيتش احسن من كده، لقيت الطريقة نفعت جدا والطعم احلى. زي ما انتوا شايفين كده، هدهن الصينية بتاعتي زيت من تحت عشان الزيت يطريها ما يلزقهاش زي السمنة. بعد كده هجيب بقى الخليط بتاعي، كوباية من اللبن على السمنة بتاعتي، قطعة سمنة كبيرة كده، ونحط بيضة بفلفلها بكمونة زي ما انتوا شايفين، وهنقلبهم في قلب بعض كده. ده الخليط اللي انت بقى ايه هتيجي تسقي بيه الجلاش، لا هتشوفيه هيتعمل بيه ايه. هنقلبه كويس، مش هدهن سمنة طبعا، حاطه السمنة في قلب الخليط ده لاني مش هينفع ادهن سمنة. حاطه السمنة بتاعتي ومدوباها في قلب الخليط ده، اللبن، البيضة، السمنة. بعد كده هجيب بقى نص كمية الجلاش، لفة الجلاش دي نص كيلو يا بنات، نص كيلو من الجلاش السائل. بعد كده تفرديها زي ما انت شايفة كده، تظبطي تخلي نص فوق ونص تحت بالظبط. اهي لفة الجلاش دي لو اي موجودة عند اي حد في التلاجة هتقول لا ده مش هتنفع، هعمل بيها ايه؟ بس الطريقة طلعت خطيرة جدا. وبعد كده ان انت تقدري تعمليها، مش مهم تكون لفة الجلاش بايظة زي ما هي بايظة عندي، تقدري ان انت تعمليها. بعد كده جبت نص الكمية من اللبن بالسمنة بالزيت، حطيته في النص عشان يطريها، ما تبقاش ناشفة من تحت وطري من فوق، لا تحطي نصها من تحت ونصها من فوق. بعد كده تجيبي العصاك بتاعك وتحطيه في النص كده زي ما انت شايفة كده. بحط العصاك بتاعي اهو، تفردي كويس جدا في الصينية كلها عشان بس ما تبقاش فيه حتة فيها يعني لحمة وحتة ما فيهاش لحمة، لا تفرديها في الصينية كويس جدا زي ما انت شايفاني كده بفردها.
بعد كده بقى تجيبي الجبنة بتاعتك، اي جبنة موجودة عندك، جبنة موزاريلا، جبنة شيدر، اي جبنة موجودة او جبن مشكلة، وتحطيها كده في النص عشان تطلع سايحة معاكي. بعد كده بقى هنجيب نص الكمية التاني ونفرده على الوش زي ما انت شايفة كده. الكمية بتاعتنا اهي. احط الكمية كلها وابتدي افردها مظبوطة عشان ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. بعد كده بقى اجيب بقية الخليط بتاعي واحطه على الوش كده، اللبن بالسمنة بالبيض. بعد كده هفرده بالفرشة بتاعتي زي ما انت شايفاني كده بفرده. هتدخليه بقى الفرن على درجة حرارة 200 10 دقايق. تخشي تفتحي عليها الفرن هتلاقيها جاهزة زي ما انتوا شايفين بقى معايا كده. هجيب الجبنة بتاعتي واحطها على الوش، جبن مشكلة، جبنة موزاريلا، اي جبنة موجودة عندك في البيت، مش مضطرة يعني ان انت تشتري جبن وكده، كله بينفع، الموجود في البيت بينفع. شايفين منظرها؟ بجد يا بنات طريقة سهلة جدا، ولا تعجني بقى ولا تعملي دقيق ولا اي حاجة. من لف الجلاش تقدري ان انت تعملي بيها كده. هنزين بقى وشها كده بقرن فلفل، موجود عندك زيتون حطي، قرن فلفل حطي. بعد كده دخلتها على الفرن زي ما انتوا شايفين كده على درجة حرارة 200 10 دقايق كده، وتخش تشوفيها استوت ولا لا. زي ما انتوا شايفين منظر، شايفين المنظر بتاعها بعد ما طلعت. بجد المنظر ولا احلى من كده. اهم حاجه خليكم فاكرين انا قلت لكم درجه حراره 200 10 دقايق، ربع ساعه بالكتير تطلعيها من الفرن هتكون استوت معاكي. وشايفين بقى الحلاوه بتاعتها، شايفين؟ بحاول اعمل لكم كده اوريكم بالكاميرا. اللهم صل على النبي عليها. شوف ان السخونيه بتاعتها اصلا مش عارفه امسكها في ايدي. شايفين الجبنه بتشد معايا ازاي؟ شايفين سخنة وعاملة معايا زي الجبنة سايحة بطريقة رهيبة عليها. لف الجلاش بجد عملت فطيرة ولا اروع من كده. تقدروا كلكم تعملوها في البيت. لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في الشير واللايك. سلام عليكم.